في اكتر من حد الفتره اللي فاتت كان بيتمنى ان البنوك او بنك مصر وبنك اهلي او اي بنك عموما بيحلموا ان هو ينزل الشهاده السحريه بقى اللي هي هتحافظ على فلوسهم اللي هي 20 او 22%، وكل واحد بيزود في الارقام اللي هو نفسه يشوفها. الموضوع ده بدأ من بعد الاجتماع الاخير بالبنك المركزي لما رفع الفائده 3%، فكل الناس كانت فاكره ان الشهادات هترفع 3%. انا كبنوك ما اتمناش ان ده اللي يحصل. المفروض بينزل الشهادات دي علشان يلم السيوله الزياده اللي بره عشان يحكم التضخم شويه، فهو اصلا يعني ده مش بيحصل بالشكل المرجو منه، فعشان كده ما اتمناش ان ده اللي يحصل. خصوصا برضو لان البنوك بتتحمل بتكلفه، لان البنوك اللي بتنزل النوعيه من الشهادات بتبقى او بنوك وطنيه متمثله في بنك اهلي وبنك مصر. ما اعرفش بقى في بنوك تانية بتنزل ولا لا. اللي انا عايز تعرفه انت كحد بيتفرج على الفيديو ده ومتابعني في الفيديوهات اللي فاتت بتاعتي اللي بتنزل بقى لها مده، او اللي عايز يتابعني الفتره اللي جايه ان شاء الله، انك انت لازم يكون عندك فكر مختلف شويه. ما تجريش ناحيه الحاجه التقليديه اللي هي الشهاده البنكيه اللي كل الناس